انتهى من شوية مباراة النصر ضد الاتحاد السعودي بعد فوز النصر بنتيجة 2-1. لكن هنتكلم عن كام حاجة كده في الماتش احنا شفناه، وحاجات يعني اللي هو حاجات غريبة بتحصل في الماتش. عندك فريق النصر مثلا بيلعب 10 لاعبين لمدة 75 دقيقة، بيلعب 10 لاعبين. المدرب خيسوس قدر انه يعدي ده بالنصر، قدر انه يكسب الاتحاد السعودي ب10 لاعبين بعد طرد ساديو ماني. هنيجي نبص حتة تانية، نبص لرونالدو. انت بتلعب وكرة الهدف التاني اللي اسيست من رونالدو لجواي فيليكس. جواي فيليكس جاي للنصر بعد يعني فترة من انتقالات، يمين في شمال، رايح هنا، رايح تشيلسي، رايح برشلونة، رايح اتلتيكو مدريد، راح فرق كتير جدا. ونيجي ان دي فرصته يعتبر الاخيرة اللي يثبت نفسه فيها ككورة عامة. فيجي كريستيانو القائد، كريستيانو بيلعب معاه مع جواي فيليكس بالفريق، بيلعب معاه في المنتخب. فنيجي نبص كده لحتة كريستيانو رونالدو القائد، انه يجي قدام فرصة زي دي انت والجول وتسجل، المفروض تسجل هدف، لا يبص جنبه يلاقي جواي فيليكس ويبصيها له. المفروض الجون خالي، انت والجون خلاص جول، يبصيها له. دي رفعت من روح معنويات جواي فيليكس، ويثبت قد ايه ان كريستيانو رونالدو هو قائد، قائد بمعنى كلمة قائد. وكمان يعني اللي هو يدي لواحد لسه جواي فيليكس لسه في الاول، وممكن كنا نيجي في اخر الموسم اصلا جواي فيليكس ما يعملش اي حاجه، لكن كريستيانو رونالدو بيدخله في الاجواء بسرعه، وبيحاول انه يوصل له حاجه اللي هو يلا العب. وكمان كده بعد الهدف ده وفوز النصر ب10 لاعبين يصعد للنهائي، لنهائي السوبر. ممكن الماتش اللي جاي نشوف النصر بطل السوبر السعودي. ف... فدي حاجة كويسة جدا. ولو هنيجي نشوف اللقطة هقول لكم في نفس هي دي لقطة المباراة بتاعت كريستيانو وجواي فيليكس. فمن هنا يكون انتهينا. اعمل لايك، سبسكرايب، وان شاء الله ننتظرونا في الفيديوهات اللي جايه.